يا عم انا حلمي كان بسيط، كنت عايز اتعلم اي حاجه اجيب منها دخل عشان هوب الاقي مليون رود ماب وكميه كورسات مش طبيعيه، والمشكله كله بيقول راي مختلف، لحد ما اكتشفت طريقه خلتني اجيب شغل واتعلم وانا بشتغل كأن الشغل صرف على تعليم. المشكله كلها اني كنت دايما بزهق وبمل لما بتعلم عن طريق الكورسات، لاني بحس ان انا اساسا مش قادر اتخيل اللي بتعلمه ده هستخدمه فيه قدام، والاهم ازاي اصلا هيجيلي عن طريقه شغل. في اللحظه دي بدات افكر بطريقه مختلفه وقلت لنفسي، طب ليه ما ابداش بالعكس؟ ليه ما ادورش على طريقه اجيب بيها شغل في مجال انا اصلا عايز اتعلمه؟ لو لقيت المشروع او الفرصه هقدر احدد بالظبط ايه المهارات او المعلومات اللي انا محتاجها عشان اقدر انفذ الشغل ده، واجمع المصادر اللي فعلا هتفيدني من غير ما الف في دايره الكورسات اللي ملهاش نهايه، وكمان اقدر اظبط الوقت على ظروفي وقدراتي واتعلم خطوه بخطوه وانا شغال، وساعتها هكون بتعلم بشكل اوضح وهدفي هيكون واضح، وكمان كل حاجه هتثبت في دماغي لان هيكون ليها تطبيق حقيقي، والاهم ان الحماس هيفضل عندي لاني فعلا شايف دخل بيجيلي من الحاجه اللي بتعلمها. وفي اللحظة دي بدأ صوت مليان تساؤلات يرد عليا ويقول لي، لا ما الكلام اصله سهل، انت عارف انت لو عملت اللي انت بتقول عليه ده هتقابلك كام مشكلة الكورسات بتسهلها عليك. اولا ازاي اساسا هتبقى عارف المعلومات المحددة المعينة بس لتنفيذ المشروع؟ ثانيا منين اساسا هتجيب عميل وانت اساسا ما عندكش خبرة قبل كده؟ ثالثا ازاي هتحط وقت المشروع انت ما نفذتوش قبل كده؟ لا وكمان هتبقى بتتعلم وانت بتنفذ في المشروع. ورابعا بقى يا عم ازاي اساسا هتحط سعر؟ وبدأت أرتب التساؤلات دي لخطوات اشتغلت عليها، وأول خطوة كانت مش أي مشروع هيكون مناسب إنك تتعلم منه وإنت بتنفذه، عشان كده لازم تختار مشروع في مجال إنت فعلا عايز تتعلم عنه أو عندك شغف لتنفيذه. يعني تسأل نفسك سؤال، انت عايز فعلا تتعلم ايه؟ عايز تتعلم عن الفرونت اند وتصميم المواقع، ولا عايز تتعلم عن الموبايل ابلكيشنز، او حتى لو انت اصلا باك اند ديفلوبر وعايز تتعلم اكتر عن الفرونت اند؟ مش مهم انت واقف فين، لكن الاهم انك تبقى عارف كويس قوي ايه المهارة اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد كده لقيتني وقعت في دوامة سؤال مهم جدا، وانا منين اصلا هقدر اجيب العملاء دي؟ بص، لو انت هتعمل زي معظم الناس وتخش تعمل اكونتات على منصات الفريلانس، فخليني اقول لك انك هتصطدم بكومبيتيشن صعبه جدا، وفرصه انك تجيب اول مشروع ليك هتكون شبه مستحيله، فالافضل انك تشتغل لوكال فريلانسنج، ودي نقطه انا شرحتها عن طريق الفيديو ده. وعامة هي حاجة بسيطة جدا، وهي انك تستخدم السوشيال ميديا اللي انت بتقعد عليها بالساعات تقلب في ريلز، وهي انك تدور على لوكال براندز في مجال انت عندك شغف او عندك خلفية ولو بسيطة عنه. وبعد لما تختار لوكال براند او لوكال بيزنس معين انت عايز تشتغل معاه، تقدر تبعت لهم عن الخدمات اللي انت قادر تقدمها لهم، وتبدأ توضح لهم ايه المميزات للخدمات بتاعتك وازاي الخدمات بتاعتك هتحل لهم المشاكل اللي في شغلهم. دلوقتي انت ممكن يجي في بالك سؤال زي انك ازاي اساسا تعرف عن المشاكل اللي في شغلهم وانت دي اول مرة ليك تشتغل في المجال ده؟ هنا اقول لك انك بسهولة جدا تقدر تدور على المنافسين اللوكال براند ده، وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي موجوده عند المنافسين ومش موجوده عند اللوكال براند ده، وتعرض عليهم انك تقدر تنفذ لهم الحاجات اللي ناقصه عندهم بجوده احسن وافضل من المنافسين. بس ثانيه واحده قبل ما تروح تبعت لهم، انت لسه مش عارف ايه المعلومات اللي انت محتاج تتعلمها عشان تنفذ المشروع ده، ولا ازاي اساسا هتحط سعرك وايه البنود اللي تتفق عليها، والاهم الوقت اللي انت هتحطه لتنفيذ المشروع ده، ان خلي بالك انت هتكون بتتعلم وبتنفذ في المشروع في نفس الوقت. بص، انت عندك كذا طريقه بيها تعرف كل المعلومات اللي ناقصاك عن مشروع معين انت اول مره تنفذه. واول واسهل طريقه وهي اننا في 2025 فبسهوله تقدر تدخل تسال تشات جي بي تي عن كل المعلومات اللي انت محتاج تتعلمها او العناوين الرئيسيه اللي انت محتاج تتعلم عنها عشان تقدر تنفذ المشروع اللي انت عايز تنفذه. وكمان تقدر تطلب منه انه يديك معلومات اكتر عن البيزنس سكوب الخاص بالمجال اللي المشروع بتاعك ليه علاقه بيه. بس في طريقه بقى احسن انا دايما بحبها، وهي انك تدخل على اليوتيوب وتبدا تدور على سبيل المثال ازاي تبني ويب سايت، وتبدا الاول تشوف ايه الاساسيات، ودي سهل جدا تتعلم عنها عن طريق انك تشوف كذا كراش كورس. بعد كده تشوف فيديوهات بتبني مشاريع كامله مشابهه للمشروع اللي انت عايز تبنيه. وهنا خلينا اديك مثال يوضح لك اكتر. على فكره دي نفس الطريقه اللي انا بستخدمها لما بحب اتعلم عن اي حاجه انا اساسا ما كنتش اعرف عنها قبل كده، وده حصل معايا لما حد من العملاء اللي عندي طلب مني اني انفذ له تجربه استخدام 3D كامله في الويب سايت بتاعه. فساعتها دخلت ادور واشوف ايه الكورسات اللي متاحه او موجوده عشان تعلمني مجال ال 3D، واكتشفت ان اقل رود ماب موجوده هتاخد مني شهور عشان اقدر اتعلمها. ده غير ان في خطوه من الخطوات اللي جوه الكورس ده، وهي خطوه ان ازاي اصلا تستخدم برنامج زي بلندر. وبلندر ده واحد من اكبر البرامج في مجال ال 3D، وهو اساسا تخصص كامل لوحده. فساعتها كان هيبقى صعب عليا ان انا اخد كورس كامل لشهور طويله عشان مجرد انفذ متطلب بسيط جوه الويب سايت. قررت ان انا امشي بالطريقه بتاعتي، وهي ان اتعلم عن كل حاجه على القدر اللي انا محتاجه فقط. بدات اخش على اليوتيوب وادور على فيديوهات تكون بتنفذ حاجات مشابهه للحاجات اللي انا محتاج انفذها في الويب سايت الخاص بالكلاينت بتاعي. وكان الغرض من ان انا ادور على الفيديوهات دي هي ان انا فقط اشوف العناوين الرئيسيه اللي انا محتاج اتعلم عنها، وبدات امسك عنوان او موضوع واتعلم عنه بس بالقدر اللي انا فقط محتاجه. يعني على سبيل المثال كان في خطوه من الخطوات
اسمها خطوه 3 دي موديلنج. فانا مش محتاج اني اروح اخد كورس هياخد مني شهر او اكتر عشان مجرد انفذ حاجه بسيطه جوه الويب سايت. ساعتها بعد سيرشنج طويل اكتشفت ان في ويب سايتس كتيره بتجهز لك ال 3 دي موديلز دي، وانت كل اللي عليك انك بس تحطها جوه الويب سايت بتاعك. فبالتالي رحت استخدمت المودلز الجاهزه، وساعتها تعرضت لموضوع تاني وهو موضوع خاص بالاوبتمايزيشن وهكذا. بدات اتنقل من موضوع لموضوع لحد ما عرفت في الاخر ان انفذ الويب سايت وانا متعلم عن كل التوبكس دي بالقدر اللي انا فقط محتاجه. فسريعا اللي انا بحاول اقوله لك هو انك مش لازم تكون متعلم عن كل حاجه عن المشروع اللي انت بتحاول تنفذه، لكن الاهم انك تكون متعلم ازاي اصلا تعمل سيرش. ما قلنا الكلام اصله سهل، ازاي هتحدد مده المشروع اللي هتقولها للعميل؟ وقت تنفيذ المشروع وانت بتتعلمه فعليا بيكون اطول مقارنه عن لو انت عندك خبره عن المشروع اللي انت بتنفذه، بس واقعيا بسبب انك هتكون بتتعلم بطريقه عمليه فساعتها فضولك هيضغطك انك تقعد اكتر، وكل ما توصل لنقطه في رحله تنفيذ المشروع هتبقى قاعد مستني تعرف ازاي هتوصل للنقطه اللي بعدها. كانها كده تسليم الجامعه كاقرب مثال، هتبقى قادر تقعد اضعاف الوقت اللي انت بتقعده مقارنه بان لو انت متعلم المهاره دي. فعلى سبيل المثال تقدر تدخل على جروبات على فيسبوك فيها ناس بتقدم نفس الخدمات اللي انت هتقدمها للعميل بتاعك، وتعمل بوست تطلب فيه تنفيذ مشروع مشابه لمتطلبات المشروع اللي انت هتنفذه للعميل بتاعك، وتشوف من عروض الناس اللي هتتعرض عليك متوسط المده لتنفيذ المشروع ده. يعني على سبيل المثال لو لقيت ان معظم الناس بتعرض متوسط مده اسبوعين لتنفيذ المشروع بتاعك، فانت تقدر تحط التايم لاين بتاعك على مده شهر كامل، وساعتها تبدا تشرح للعميل بتاعك ان المشروع ده هيحتاج مده تنفيذ شهر كامله. طبيعي جدا العميل هيستكتر المده دي، فانت تقدر تحل المشكله دي عن طريق ان انت تديله خطه التايم لاين كامله متقسمه، وتفهمه كل وقت هيحصل فيه ايه، وتفهمه ان المده الزياده دي هي مده احتياطيه، وتفهمه انك هتبقى ماشي معاه في تنفيذ المشروع ده بشكل خطوات، وبعد تنفيذ كل خطوه هيشوف النتيجه بتاعتها. فدايما العميل بتاعك يبقى شايف اوتبوت وشايف ريزلتس، فيحس ان دايما الشغل بيتحرك لقدام، وساعتها ده هيخفف بشكل كبير جدا رد فعل العميل على مده تطويل المشروع. وهنا جه الوقت الافضل سلاح انا دايما بستخدمه. تسعيرك لازم يكون اقل بشكل منطقي، يعني ما ينفعش يكون تكلفه الخدمه 10 جنيه وانت تروح تعرض على العميل بتاعك انك تنفذها له بجنيه، ده في حد ذاته يخوف العميل منك. لكن تقدر بسهوله تنزل عن السعر المتعارف عليه بنسبه 30%، لكن تفهم العميل بتاعك ان ده اساسا اوفر منك. وسريعا لازم تقسم الفلوس لدفعات وتعمل عقد مفصل فيه كل متطلبات المشروع ده، والوقت الزمني المتفق عليه، وطريقه الدفع بتاعه الفلوس، واساسا تقسيمه الدفعات دي هتكون ماشيه ازاي على تايم لاين المشروع. المهم دايما ان يبقى في مخك انك تكتب دايما عقود لاي مشروع انت داخل فيه، لانه بيضمن لك ان المشروع يكون واضح فيه دايما المتطلبات والتسعير والوقت، وحتى طريقه حل النزاعات لو لا قدر الله حصل خلاف اثناء تنفيذ المشروع. وخليني هنا اكلمك عن نقطه مهمه جدا لازم اطمن انك فهمتني فيها. بص، خلينا متفقين انك لو بصيت لاي خدمه انت عايز تقدمها من منظور البيزنس هتحقق منها نجاح كبير جدا، لان الشاطر في الماركت مش اللي فاهم تكنيكال وخلاص. بالعكس، انت معظم رواد الاعمال والنماذج الناجحه اللي حوالينا لما بيكونوا داخلين على مشروع جديد او عايزين يقدموا خدمه جديده هم ما عندهمش سابق معرفه بيها، مش بيستنوا انهم يروحوا يخلصوا التعليم الاكاديمي وخلاص. وهنا انا مش بقلل من التعليم الاكاديمي، بالعكس انت في ناس كتير قوي الانسب ليها في الاول انهم يتعلموا بشكل اكاديمي، لان مخك انت تقدر تتعامل معاه على انه ليفلات او مستويات، وكل مستوى او كل مره بتتعلم فيها مهاره جديده عن طريق انك اتعلمتها سيلف ستادي او اتعلمتها بشكل عملي، المره اللي بعدها او المهاره اللي بعدها بتتعلمها بشكل اسهل واسرع من المره اللي قبلها، لانك بتبدا تكتسب مهارات وسوفت سكيلز جديده، زي انك اساسا ازاي تعمل سيرش عن حاجه انت مش عارف ازاي بتتعمل، وازاي يبقى عندك المعرفه والنظره اللي عن طريقها تفهم المقاله او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده جواه المعلومات اللي انت محتاجها ولا هيضيع لك وقت. فعشان كده لو انت مقرر انك تتعلم بطريقه عمليه او انك تتعلم سيلف ستادي، لازم يكون عندك طولة بال وتتعلم وتطور من مهاره السيرشنج عندك، لان السيلف ستادي في حد ذاته قايم بشكل كبير جدا على السيرشنج. وخليك دايما عارف ان كل معلومه هتوصل لها هتوصلك لمعلومه تانية، وهكذا لحد ما تكتمل عندك الصوره والمعرفه الكامله بالشيء اللي انت بتحاول تنفذه. لما قرر مارك زاكربيرج انه ينفذ مشروع زي فيسبوك، كان كل الهدف منه بس انه يساعد اصحابه في الجامعه انهم يلاقوا بعض بشكل اسرع. لما بدا في تنفيذه ما كانش عنده كل العلوم اللي محتاج يكون متعلمها عشان يقدر ينفذ مشروع بحجم فيسبوك، ولما بدا في تنفيذه بشكل تكنيكال هو ما كانش ملم بكل المجالات اللي هو كان محتاج انه يبقى ملم بيها عشان يقدر فعلا ينفذ مشروع زي فيسبوك. يعني مجالات زي السايبر سيكيورتي والفرونت اند والباك اند والديف اوبس وغيرها من مجالات تانية، ده غير المجالات الخاصه بالبيزنس والماركتنج. لكن هو بنفسه قال في كذا انترفيو ان
هو كان بكل بساطه كان بيبدا يتعلم جزء جزء وهو ماشي في تنفيذ المشروع بتاعه. كان كل ما بيعطل في مفهوم معين او فيتشر معينه هو عايز ينفذها كان بسهوله جدا بيدخل يعمل عنها سيرش. الفكره كلها زي ما قلت لك في انك تبقى عارف ازاي تعمل سيرش مظبوط. وغير اساسا قصه فيسبوك، انت بقى فيه انستراكتورز كتير جدا في جامعات وفي اماكن محليه بتقدم كورسات بيكونوا اساسا مش متعمقين عن الكورس اللي هم طالعين يشرحوه، لكن بيتعمقوا فقط في الموضوع اللي هم طالعين يتكلموا عنه، وبيعملوا ريسيرش مفصل وبيشوفوا التطبيقات العمليه للتوبيك اللي هم طالعين يتكلموا عنها. فاللي انا بحاول اقوله لك انك مش لازم تكون عارف كل حاجه او يكون عندك علم مسبق اساسا بالحاجه اللي انت بتحاول تنفذها. طب انا اعمل ايه لو العميل سالني اذا كنت نفذت مشروع شبهه قبل كده ولا لا؟ انا عايز يفضل يكون فيه مصداقيه. بس فكره انك ما تكونش نفذت المشروع ده قبل كده مش مشكله من ناحيه البيزنس، لكن التخوف كله هو انك ما تعرفش تنفذ المشروع نتيجه انك ما عندكش خطه واضحه لتنفيذه، يعني من الاخر كده بتهبط. فاجابه سؤالك ده وهي انك تبين وتوضح للعميل بتاعك ان في خطه مظبوطه انت حاططها لتنفيذ المشروع، وتفهموا ان اصلا نقطه تخفيض السعر هي بسبب انك انت عايز تقدم خدمات في مجال مشابه للمجال بتاع العميل، وتوضح له ان هو هيكون شايف الشغل على المشروع خطوه بخطوه، وهيكون في دايما مده يقدر العميل من خلالها يكنسل المشروع في اي وقت. وطبعا لازم المده دي تبقى مده مشروطه، المهم يعني ان هي تبقى مده كافيه للعميل يقرر من خلالها هل هو مرتاح في الشغل معاك ولا لا، وفي نفس الوقت ما تكونش انت قطعت شوط كبير او ضيعت وقت كبير جدا في تنفيذ المشروع. فيا عم خلاصه الكلام اللي احنا قلناه، احسن طريقه تتعلم بيها هي انك ترمي نفسك في اي مشروع وتحاول على قد ما تقدر تجيب دخل منه، لان احسن حاجه تخليك تكمل في اللي انت بتتعلمه هو انك اصلا تبقى فاهم اللي انت بتتعلمه ده تستخدمه في ايه قدام. سلام.